اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم معانا ان شاء الله. النهارده حلقتنا مميزه جدا. بصوا بقى انا عملت إيه انا ده صباحيه اليوم اللي رايحه اعمل فيه العمليه. قلت اجهز لاولادي وقبلها بيوم، يعني هو ده روتين يوم قبلها ويومها الصبح. اجهز لاولادي اكل كده يبقى في البيت، عملت لهم فطار وعملت لهم كمان غدا ويبقى فيه اكل بس يبقى نواشف، يعني بحيث ان هم ما يسخنوش ياكلوا على طول. قلت اسهل حاجه ايه هعملها، اعمل لهم شويه معمر. غسلت الرز كويس جدا ونقعته شويه وحطيت معلقه ملح ومعلقتين سكر وحطيت سمنه بلدي وزيت. زي ما انتم شايفين على الرز، واللبن شايفين انا بغليه لازم يتغلي وهو سخن، والفرن بتاع البوتاجاز مشغلاه على اعلى حاجه. تمام. طبعا انا وريتكم الفطار، انا كنت مجهزاه بحيث ان هم يفطروا ولا كده طول النهار ويبقى مع المعمر. انا قلت بقى الامل حمري بطاطس كده واسلقوا كل واحد بيضه، وبالهنا والشفا على على ما احنا نروح ونيجي بالسلام. المهم يعني عملت لهم بقى شايفين حتى البخار بتاع اللبن عمل ازاي في الكاميرا، لان اللبن انا غلياه علشان خاطر يعمل الوش الجميل اللي هتشوفوه معايا في الفيديو دلوقتي. تمام. هشغل نار عليه على البوتاجاز لغايه اما يغلي، ادخله الفرن واسيبه مع نفسه بقى يعمل الوش الحلو ده ويستوي. في الفتره دي بقى لو عندي لو على الحوض غسلتها وكده، انا قلت الامل بس اشطف البوتاجاز ورواق المطبخ. يعني انا غاسله كل حاجه الصبح وجهزت لهم الفطار وقلت اعمل لهم المعمر عشان ان شاء الله ما امشي اروح بالسلامه اعمل العمليه يبقى انا مفيش حاجه ورايا في البيت يعني، ان شاء الله باذن الله. عايزه منكم بس دعوه بظهر الغيب ان ربنا يشفيني ويقومنا بالسلامه يا رب العالمين لاولادي، واشفي كل مريض يا رب، وانصر اهلنا في فلسطين اللهم امين يا رب العالمين. نصر عزيز مقتدر اللهم امين يا رب العالمين. وعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب العالمين. انا اسفه ان انا زعلت ناس كتير من الحلقه اللي فاتت او الفيديو اللي فات، بس والله هو ده اللي حصل. ناس كتير جدا جدا قالت لي يعني على الخاص ان فعلا العين فلقت الحجر. الحمد لله على كل شيء، انا مش احسن من حد ولا اعلى من حد، انا عايشه حياه بسيطه خالص زي اي حد. بس الناس ما بتسيبش حد في حاله. لو واحد صغير يعني هقول لكم على رأي المثل، ابو مية بيحسد ابو لبنية زي ما بيقول. ده الاكل اللي هاخده معانا علشان خاطر اللي هيبقوا معايا وانا هناك في العمليات. هقعد طبعا من الصبح بالليل يبقى معاهم اكل، عملت لهم اكل من نفس اكل الفطار. ازازه الزيت خلصت الكبيره ال5 لتر، فبقلبها كده الغطا بتاعها كبير يعني حرام ان انا ارميها يعني كده، فبقلبها وبنزل الزيت اللي فيها وبعدين هطلعها فوق في الشقه اللي فوق. وهقول لكم ليه في حلقه في الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله او اللي بعدها، يعني اما فوق شويه لو قمت من العمليه بالسلامه هقول لكم بعدها. يعني شوفوا هوريكم الزيت اللي بينزل منها اهو. هي تكاد تكون كانت فاضيه يعني، بس شوفوا كميه الزيت دي خساره. فضيت شويه في الحله دي في الصينيه دي وشويه في الصينيه دي. او عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا اما عملت المعمر ده كان شيء موفق يعني. انا حطيت الصوت وسبت الفيديو ما نشرتوش، هنشره لكم ان شاء الله على طول ساعه ما اقوم بالسلامه واطلع من العمليات بصوته بحاله، يعني كل الاصوات الصوت والفيديو ده كله قبل ما اعمل العمليه ان شاء الله. شايفين شكل المعمر؟ يا سلام على الجمال والحلاوه والطعام. بس بما اني طبعا صايمه، لان صايمه من قبلها بيوم ب 12 ب 24 ساعه صايمه ما باكلش خالص، غير اني باخد الدواء بس وباخد ميه بس او حاجه مشروبات دافيه. تمام. ده كده شكل المعمر الجميل بتاعنا. تعالوا نشوف بقى الروتين اللي قبله بيوم. لما الدكتوره حددت لي وقالت لي عمليه، فكان عندي كام كرنبايه كده وشويه شغل في البيت خلصتهم، بس انا ما صورتش معاكم الا روتين الكرنب وتفريزه وطريقه تفريزه. تمام. كل سنه وانتم طيبين بقى، تفرزين رمضان، احنا في الشتاء والبعد رمضان يعني طول الصيف. ليه؟ لان في رمضان في الشتاء الكرنب حلو قوي، يعني ورقه حلو كده وطعمه حلو. هي الكرنب ده مهوي، الكرنب اللي جاي لي ده مهوش زي ما انتم شايفين، مش بطه. عارفين الكرنبايه البطه المبططه دي العريضه الحلوه دي بتبقى حلوه قوي برضو في التفريز. تمام. فشوفوا انا بفك ورق الكرنب بشويش خالص عشان ما يتقطعش معايا، ومع ذلك ممكن يتقطع. فانا بعمل بقى حاجه حلوه قوي. مليت الحله ميه وحطيت فيها الملح وحطيت فيها الكمون وذره سكر صغيره، ذره بس يعني ممكن ما تحطهاش كمان، ومجهزه ميه بارده زي ما هي كده هسيبها. وهقطع كل الكرنب بنفس الطريقه، يعني اقطع الراس عشان اما احطها في الميه تفك. تمام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا عليه يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. صيام النص من شعبان هيبدأ يوم الجمعة بإذن الله، يعني الجمعة والسبت والحد. أنا بذكركم علشان خاطر اللي عايز يصوم الأيام الوسط. الحمد لله على كل شيء. أنا ما هيبقى ليش نصيب إن أنا أصومهم، بس الحمد لله أنا راضية بقضاء الله وقدره. ربنا يكتبها لنا يا رب، إن هو يتقبلها مننا يا رب العالمين. هلم بقى ورق الكرنب ده كله أهو. أهو
زي ما انتم شايفين كده اهو. وهعمل الكرنب اللي عندي كده، هما تقريبا 3 كرنبات بنفس الطريقه، هعملهم بالطريقه دي، وهعينهم في اكياس في الفريزر بحيث ان انا لما اجي احشي هطلع على طول واحشي. الكرنب ده بيبقى حجمه كبير قوي زي ما انتم شايفين، وورقه قليل، تحس ان هي مهويه يعني. لما بتيجي شفت البطيخه كده لما تيجي تخبطي عليها عشان تشوفها بتفرقع ولا لا، دي بتلاقيها مهويه كده زي السفنجه كده. انما اللي هي الكرنب البطه بيبقى فيه ورق كتير جدا جدا جدا، ويعني بيعمل كميه محشي خطيره يعني الكرنبايه قد دي بطه تحشي حلتين، انما دي تحشي حله واحده، تخيلوا ضعف الورق. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين. كده خلاص تمام. هخلص التقطيع بنفس الطريقة. طبعا المية أنا مشغلة النار عليه، وبرضه في نفس الوقت كان عندي اطباق على الحوض بغسل فيها، يعني بشغل نفسي في كذا حاجة. وكان عندي غسيل حطيته في الغسالة يتغسل برضه. مش عايزة أمشي، مش عايزة أروح واسيب البيت يعني. طب ما انا والدتي معايا ولا كده هتعمل لي، طيب ماشي، ما هي هتبقى معايا في البيت في العمليه يعني، طول اليوم هتبقى بره معايا. فبقوم عامله بقى مروقه بيتي ومخلصه اللي ورايا، علشان خاطر بحيث ان ولادي لو قعدوا لوحدهم في البيت يبقى كل حاجه جاهزه لهم يعني. ادي الكمون والملح، وطبعا عايزه تحطي ذره سكر صغننه، لو هتخزنيه كتير حطي. تمام. اللهم اني استغفرك واتوب اليك. ادعوا لنا يا جماعه ربنا يتم شفانا على خير ونعملها ونقوم بالسلامه، اللهم امين يا رب العالمين. هو الفيديو ممكن ينزل متاخر شويه علشان خاطر بس ان انا يا دوبك خلصت الروتين وحطيت الصوت وجهزت الفيديو وما نشرتوش، لان واخدين التليفونات، وطبعا عايزين راوتر عشان الفيديو يكمل تشهير يعني. شوفوا بقى اسهل حل للكرنبايه، اما تلاقيها ورقها بيطلع معاكي بصعوبه تعملي تحطيها في الميه زي ما انا حطيتها كده اهو، تبليها بس تدبل اهم حاجه تدبل اهو. شوفوا الورق هيطرى معاكي في ساعتها، ساعه ما يتحط في الميه المغليه. هسحب بقى ورقه ورقه، ما هتطلع معايا بسهوله. ليه؟ لان اتبلت ميه ودبلت. انما لو يعني عملتها وهي على الرخامه كده هتتقطع معايا وتتبهدل وتتهرود وما يبقاش فيها حاجه عدله يعني بمعنى اصح. اللهم اني استغفرك واتوب اليك. شايفين اهو، كل سنه وانتم طيبين. انا والله كنت ناويه اعمل معاكم الناجتس. انا عملت معاكم الناجتس الموفر خالص يعني. هقول لكم ربع كيلو فراخ يعمل معاكم كيلو ونص من الناجتس. يعني تخيلوا بقى الكميه اللي هتعملوها لو جبتوا كيلو مثلا بانيه وعملتوه. هعمله معاكم ان شاء الله، ربنا يقويني يا رب. وقبل رمضان اعمله لو بايام مش مشكله. هو حلو، اولا موفر، حلو جدا للضيوف في التقديم، طعمه بيبقى جميل. هعمله معاكم بالطريقه الاصليه بتاعه الناجتس بتاع الشركات، وفي نفس الوقت موفره. وبصوا بمكونات بسيطه خالص باذن الله. انا عملت معاكم الموفر ليه؟ لان في ناس كتير قالت لي عايزين نظبط الميزانيه بحاجات بسيطه، فعملته والله العظيم لسه خلصان يعني. اقول لكم بقاله كام يوم، بقاله يومين من عندي الكميه الكبيره اللي كنت عاملاها. ببقى مزنوقه مسافره هنا ولا هنا، ولا رايحه للدكتوره، ولا رايحه مشوار ولا كده، فبقوم مطلعه منه وعامله شويه مكرونه او شويه رز اصفر، واقومها محمرين شويه مع شويه بطاطس وخلاص، وبيقضي اليوم وبيعدي وبيبقى زي العسل، والولاد بيبقوا مبسوطين يعني. طب انا بعرف ازاي ان الورق ده استوى؟ بضوافر ايديا كده يعني، مش مربيه ضوافر ولا حاجه الحمد لله يعني. بضغط ضغطه كده، لو اتقطعت معايا عادي وسط كده اطلعها، لان لازم اطلع الكرنب ناقص غلوه قبل ما احطه في الفريزر. لو انا هستخدمه للاكل اسويه سيكه كمان اهو. شوفوا اللي بلاقيها استوت بحطها، مش لازم تستوي وتتهري، لان الفريزر بيهري معاكي الفاصوليا واللوبيا والباميه، كل حاجه بتخزنيها بتتهري معاكي شويه درجه، فبتبقي عامله حساب ان الفريزر هيسوي معاكي شويه. فعملته ناقص غلوه كده عن الطبيعي يعني. الناس اللي بتشتكي ان هو بيجلد، هقولك بيجلد ليه. اولا درجه الحراره بتختلف في الفريزر يعني، شويه بتشغليه وشويه بتفصليه او بتطلعي الكرنب وتدخليه، دي حاجه. طب انت ما عملتيش كده وبيجلد معاكي برضو، حط شويه سكر صغننين خالص وسويه التسويه اللي بقولك عليها. بيجلد الناس بيخافوا ان هو يبوظ معاهم في الفريزر، فبينزلوه في الميه المغليه وطلعوه، ده بيجلد. لازم تسويه درجه تسويه اقل من الطبيعي بحاجه بسيطه يعني. اللي انت راح تسويه للاكل طازه سويه قبلها بسيكه يعني، قبل ما تستوي الدرجه دي، قبل الدرجه دي بدرجه كمان تقوموا مطلعاه.
دي الطريقة المظبوطة. عمره الحمد لله الحمد لله والشكر لله من يوم ما خزنت كرنب بقالي سنين السنين من اول ما اتجوزت يعني، عمره ما جلد معايا. ليه؟ لان بعمله بنفس الطريقة. ما ينفعش تحطيه في الماء وتطلعيه على طول. انت بتهيألك ان انت كده عشان هيتحط في الفريزر عشان يشمع بس، لا طبعا، بيقوم مجلد معاك. لازم تسويه كويس جدا، درجة بس اقل من اللي انت هتسويه لو انت هتحشيه حالا. شوف الكرنبايه دي طلعت كبيرة بس على مين، هندخلها في الحلة وهنقلبها وهنشيل الورق وهنظبطها. انا بضغط بشويش عشان الورق ما يتكسرش معايا، لانه لو اتكسر معايا هيعذبني وانا بقطع. خلصت الكميه وغسلتها وحطيتها تتصفى وبدات اقطع فيها زي ما انتم شايفين. طبعا اخواتي كانوا بيكلموني فما عرفتش اكمل تصويره لما خلصت، فكنت قطعت الكميه دي اهي. دي الطريقه التقليديه اللي انا بحب اقطع بيها. في ناس بقى بتحب تقطعه بسرعه الصاروخ، تعالى اقول لكم بتقطع ازاي. وهو والله ولا بسرعه صاروخ ولا حاجه، انا في نظر التقطيع اللي انا بقطعها معاكم كل مره اسهل بكتير بكتير بكتير. شوفوا الورقه المهربده اللي وريتها لكم اهي، من اللي انت بتقطعيه اللي بيقولوا عليه بسرعه الصاروخ. يعني هي الطريقه دي انا معتمداها، طريقتي انا في التقطيع. شايفين الورقه طول ايه ما شاء الله. طبعا هعمله في اكياس دلوقتي، وحتى العنق بتاعته مش هرميها، هحط كل كيس فيه كيس صغير عنق عشان ابقى احطه في ارضيه حله المحشي. دي الطريقه بقى العبقريه اللي الناس بتقول لك بسرعه الصاروخ. طب انا عملتهم فوق بعض اهو علشان اسويهم واعملهم بالطريقه دي. خلي بالكم بتاخد وقت، تمام. وعلى ما اقطع واعمل المربعات اللي هوريها لكم برضه بتاخد وقت. فانا اسهل لي ان اخد الورقه والفها تك 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 في ساعتها واقطعها، والله ما بتاخد مني اي وقت في نظري يعني. اهو دي الطريقه بتاعت سرعه الصاروخ. تخيلوا بقى اما دي بسرعه الصاروخ، امال الطرق اللي احنا بنشتغل بيها بايه. اهي انا حبيت اوريكم الطريقتين للي حابب يعني. كل ده وانا يعني مسرعه برضو الفيديو. شوفوا بقى هبدا اقطع اهو. هتعرفوا بس الوقت اللي انا قطعت فيه كام ورقيه دول. كان زماني عملت اقول لكم كام واحده كان زماني عملت كتير جدا، بس برضو مرضتش. قلت اعمل الطريقه معاكم عشان اللي حابب يعني. بس هي طريقتي اللي انا متعوده عليها، هي اسهل طريقه. ورقه وببرمها واقطع منها العنق، وفي ساعتها تك 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 واخلصها في ساعتها. 2 3 4 اهي. فبالنسبه لي دي مش طريقه سريعه يعني، دي طريقه تقليديه خالص مفيش فيها اي مشكله. وعلى ما اعمل الجنب التاني اهو، دول 3 تانيين اهو هياخدوا معايا نفس الوقت. فهي دي الطريقه اللي بقول لكم عليها اللي هي بسرعه الصاروخ. طلعت لا بسرعه الصاروخ ولا حاجه، احنا بس اللي بنحب نجري ورا كلمات العناوين بتاعه الفيديوهات. هي الطريقه بتاعتنا التقليديه خالص. اتمنى بس حلقتي تعجبكم، وعايزه منكم دعوه حلوه بظهر الغيب علشان خاطر ربنا يقومني بالسلامه ويشفي كل مريض يا رب العالمين. وكل سنه وانتم طيبين. انا هعمل بقى الوقت احطهم في اكياس، واحط عليهم الكيس بتاع الكرنب بتاعهم اللي هو العنق، عشان افرده في ارضيه الحله، بحيث ان انا في اي وقت اطلع يبقى عندي الحله هيتحط فيها ايه في ارضيتها، وهيتحط والحشوه كمان. تمام كده خلاص خلصت الكميه بتاعتي يعني. كان فاضل شويه اهو. مش هعملهم بطريقه سرعه الصاروخ دي، لا انا هعملهم بطريقتي انا اللي هي اسهل بكتير، وفي نفس الوقت ما بتاخدش مني وقت، موفره في الوقت كمان يعني. اهو عايزه اوريكم بس الكميه اللي انا عملتها دي. شوف بقى لو قد ايه بعمل فيها، فحبيت بس اصورها لكم اهي. لا بسرعه الصاروخ ولا اي حاجه في الدنيا اتمنى حلقتي تحوز رضاكم، والى اللقاء.